الصحافة المصرية هي السبب في اللي بيحصل. الصحافة المصرية هي اللي بتعمل المشاكل. الصحافة المصرية هي اللي بتجيب الأخبار المفبركة أو الأخبار الخاطئة عن لعيبة النادي الأهلي. ده كان مضمون حديث كابتن محمد الشناوي النهاردة في رده على الصحفي الجزائري اللي قال إن في واضح إن سمعنا إن في مشاكل في أوضة اللبس، وسمعنا إن مستر كولر قال اللعيبه ما فيش اي حد يطلع يتكلم مع اي صحفي، علشان محمد الشناوي يرجع يقول له انت قريت الكلام ده من الصحافه المصريه؟ فيقول له اه، فيقول له الصحافه المصريه هي معتاده على هذه الاخبار، وهم اللي بيعملوا الاخبار دي او هم اللي بيفتوا الافتراضات دي. عشان يرد عليه صحفي او اتنين مصريين لا احنا ما بنعملش كده، فيؤكد محمد الشناوي لا انتوا بتعملوا كده. الحقيقه هو خبر في وقته، وهو خبر جاي في الجون زي ما بيقولوا. النهارده بدل ما الكل يقعد يتكلم على الاهلي، النهارده الحديث كله هيبقى عن محمد الشناوي واللي قاله محمد الشناوي. واعتقد ان الكلام ده مشابه للدوري الشهير بتاع بيراميدز والزمالك اللي كابتن سعد عبد الحفيظ دخل فيه في مشادات وفي حوارات مع المستشار رضا منصور ومع بتوع بيراميدز علشان نشيل الضغط عن الاهلي، فالاهلي في الاخر يحقق الدوري. نتمنى ان الموضوع يمشي زي ما حصل ونفرح ان شاء الله بفوزنا بكره، ولكن التصريح ده هيبقى ليه توابع كتير، توابع كتير، لان في ناس في النص هتخش وتقول لك بص ده بيسوقوا سمعتنا في الوطن العربي، ويخش بعض مشجعين الزمالك انت بتسوق الصحافة المصرية عن الصحافة العالمية والكلام اللي احنا عارفينه وحافظينه. ولكن خلينا نسأل سؤال، هل كلام كابتن محمد الشناوي صح ولا غلط؟ هو مليون المية صح، لأن حتى الناس اللي بتطلع تبع نادي الزمالك تطلع يقول الصحافة هي اللي بتعمل إشاعات. ناس من الكوادر زي ما بيقولوا الزملكاوية يقول لك إن الأهلاوية في القنوات زي كابتن أحمد شوبير، مش عارف زي كابتن مين زي مين، بيصروا إن هم يقولوا أخبار غلط أو إشاعات غلط علشان الناس تتكلم وحش على نادي الزمالك. والناحية التانية إن الأهلي بيقول أن القنوات ممهدة لممثلي نادي الزمالك عشان يقولوا إشاعات ويضربوا في النادي الأهلي. فالكلام واضح إن هو بيتقال في الناحيتين، ولكن كل ده يثبت لك ان فعلا الصحافة مش حلوة في مصر، كده كده كله عارف كده. ولكن هل معنى كده هل احنا عارفين معنى الصحافة حقيقيا يعني ايه؟ اللي احنا نعرفه ولا نعرفه ان الصحفي هو الراجل بينقل الاخبار، الراجل بيتأكد من صحة الخبر فينفرد بيه او بيقوله. في صحفيين بتعمل اللي عشان تنفرد باخبار، وهو ده شغل الصحفي. ولكن مشكلة الصحفيين في مصر او عموما يعني مش في مصر بس، إن ده في اغلب العالم. انا سمعت تاتش، سمعت كابتن محمد الشناوي يتخانق مع محمود كهربا، دي اسهل خناقة ممكن نسمعها في اي فترة. انا سمعت ان في خناقة، تعالى بقى كصحفي اجيب لك السكريبت واجيب ورقة وقلم واعمل احلى قصة من وحي خيالي، ان هم حصل كذا وهو دخل في ده فده قال ده وده قال له انت مالك وده انا الكابتن وده انا ابن النادي وده، والف قصة والف قصه. هو ده اللي بيحصل سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي فريق، ده اللي بيحصل. انت كمجرد كصحفي بتسمع حاجه وهو ده اللي بيحصل. لكن انا لما اجيش ماشي سمعت ان كابتن محمد الشناوي زعق للاعب ما، يا عم ماشي اقول له قصه، اقول ده زعله. لكن لمجرد ان انا اسمع او انا عاوز اعمل تاتش نار بقى وفلفل حار بقى والكلام ده، هوب اضرب. ويا سلام بقى لو انا بقى عن صفحه على الفيس بقى وعندي بقى متابعين كتير، الصفحة دي الناس هتقعد تعلق عليها، فده هينزل ده وده هيعمل شير البوست ده، والناس تقعد تشتم وتتخانق وده يدافع عن ده وده يدافع عن ده، وهي قصة أصلا من وحي خيال أصلا اللي بيكتب. دي مشكلة الصحافة، دي مشكلة الصحافة. أما هل الكابتن محمد الشناوي كان عنده حق إن يقول خبر زي ده في وقت زي ده؟ دي بقى الأيام هتثبتها، أو بكرة ممكن تثبتها في الماتش إن شاء الله. اللعيبة ممكن تكون مضغوطة أو اللعيبة بتحاول تعمل حاجة. هو كابتن محمد شناوي حط في نفسه في حتة، يا إما الكل هيقعد يقول له شابوه برافو عليك على اللي أنت عملته وهيقارنوه بموقف كابتن سعد عبد الحفيظ، يا إما هيقول لك أنت جيت في أهم وقت وكركبت الدنيا وقلبت الدنيا كلها علينا. ولكن النادي الاهلي معودنا دايما على النظام، النادي الاهلي معودنا دايما ان 1+1 يساوي 2. واعتقد ان طالما محمد الشناوي طلع قال الكلام ده
هو عارف ومتأكد ومليون المية ان كل داخل النادي الاهلي هو عارف ان فعلا الصحافة هي سبب مشاكل كتير كانت موجودة في النادي الاهلي. اقفل الصفحة على دي ونخش على الصفحة التانية. والنادي الاهلي يحقق للعام التاني على التوالي لبطولة الدوري اليد بعد الهزيمة وانتصاره الفاصل قدام نادي الزمالك بفارق 6 اهداف. بنتكلم 27-21 تقريبا او 28-22. مباراة الاهلي طلع فيها كل حاجة. هتقول هو انت كمان بتاع يد؟ هقول لك لا انا مش بتاع يد، ولكن الماتش الاول خلص لصالح الاهلي، والماتش التاني كل العالم في مصر اتكلم فيه على التحكيم اللي حصل وعلى المزايدات اللي حصلت وعلى فاولات كتير واضحه كانت المفروض تتحسب للنادي الاهلي كانت تتحسب عليهم، وطرد واثنين وثلاثه. فده خلى الواحد يتفرج ويشوف ايه اللي هيحصل في الماتش ده، خصوصا الحكام برضو مصريين. ولكن الفضايح اللي حصلت في الماتش التاني بتاع انتصار الزمالك على الاهلي خلت حتى الحكام النهارده تحس ان هي اي لمسه هد فاول الاهلي. انا مش عاوز وجع دماغ، انا مش عاوز كذا، اي حاجة فيها شك انا هبعد عن الشك، انا هغني للشك، انا هحكم بما يرضي الله. وهو ده اللي حصل لما التحكيم ما جاش على الاهلي وحكم عادي في بطولة وفي لعبة الزمالك هو الاقوى فيها اخر 10 سنين مثلا. كان فيها اساطير زي احمد الاحمر طبعا اللي لسه بيلعب لحد دلوقتي. النادي الاهلي النهارده مسك الزمالك كاله علقه محترمه، كلوا علقه محترمه، خصوصا الشوط الثاني. يمكن الشوط الاول خلصان 10-9 للزمالك، وانا مش فاهم ايه ماتشات 10-9 يعني ايه يعني ايه ده 10 19 هدف ربع ساعه بس. اعتقد هو مش رقم كبير يعني من اللي احنا بنشوفه في البطولات الرسميه والكلام ده، ولكن اللي بيعجبني في لعيبه الاهلي والزمالك هم المفروض هم اقوى لعيبه في مصر ويكاد يكون في افريقيا، من اقوى فرقتين في افريقيا. في متعه، في متعه. الاهلي فارق النهارده عن الزمالك، لكن الزمالك برضو بيلعب، الزمالك برضو بيجيب اجوان حلوه. الجون بتاع الزمالك شايل اجوان كتير، حاحه بتاع النادي الاهلي الجون اسطوري يا جماعه. وكان في واحد قبليه بس انا مش فاكر اسمه حميد ولا اسمه ايه تقريبا، كان مليان شويه كده، كان خرافي. انا كنت بتفرج زمان من فتره بعيده شويه ايام حماده الروبي بقى والناس دي، في في اسماء حلوه قوي كان في الاهلي والزمالك. ولكن الفتره الاخيره دي الاهلي مسيطرين على اللعبه حرفيا. فالاتنين اقوى فرقتين في مصر ويعتبر في افريقيا، ولكن الاهلي فايق قوي قوي. والنهارده عمل درس قاسي قوي قوي على الزمالك. الشوط الثاني الاهلي بهدل الزمالك، وعارفين هنطلع بعد الماتش هنلاقي الناس بتقول في الزمالك خلاص يا احمد يا احمر بقى اعتزل، انت بتبوظ تاريخك، نفس الجملتين اللي احنا حافظينهم وعارفينهم. ولكن مبروك للنادي الاهلي، شكرا على الظلم اللي حصل في الماتش التاني. تحس ان لعيبه الاهلي طلعت كل الغل بتاعها في الماتش ده وكانوا اغبياء جدا، ما ادوش للزمالك فرصه ان هم يعملوا حاجه خصوصا الشوط التاني. وطبعا البطوله تبقى مهداه للمغفور له العمري فاروق، هو اللي يعتبر صاحب النهضه الحديثه للنادي الاهلي في كرات الصالات سواء الطايره او اليد او السله. الاهلي ماشي بخطى عظيمه جدا في كل العاب الصالات، والاهلي ما زال مسيطر على العاب كره القدم. وان شاء الله بكره يفرحونا، وان شاء الله يا رب بعد الاخبار الاخيره نحس ان الاهلي يدينا حاجه. كل الاخبار بعد احتفال الزمالك بالكونفدراليه اللي انا كنت هعمل فيديو ليها، ولكن حسيت ان انا هتهاجم برضو وعلى ظلم، على ظلمي. ليه؟ لان الزمالك بعد الدقيقه 25 في الشوط الاول بعد جون احمد حمدي ربنا يشفيه ويعافيه، الزمالك دافع من الدقيقه 25 للدقيقه 90. انت بتدافع قدام فريق انت تقدر تجيب فيه جون واتنين، وده اللي ينرفز الواحد. يعني انا كاهلاوي انا قاعد مستني التعادل، يا رب تتعادلوا وتتغلبوا، بس من الناحيه التانيه برضو انا مستفز. يعني انت بتعمل ايه من انت اول 25 دقيقه مضيع 4 5 اهداف غير الجون اللي جبته، يعني قادر توصل وتجيب تاني وتالت وتريح نفسك. لكن لا، بتدافع قدام فريق ضعيف، فريق كان ممكن يجيب فيه جون في اخر كام دقيقه ويلبسك البطوله كلها ويخلي شكلك عره بسبب اللي عملته في نفسك. ولكن الاحتفالات اللي حصلت بعد البطوله انا ماليش دعوه بيها، انا ماليش دعوه. هم احتفلوا اوفر ما احتفلوش اوفر، هم عملوا البدع، هم ما ناموش، دي حاجه تخصهم.
كل واحد وعلى قد فرحته. احنا لو خدنا البطولة هنفرح يوم 2 وخلاص، ولكن كل واحد حر فرحته. ولكن المشاكل اللي حصلت في التكريم هي اللي عليها نتائج وحشة علينا احنا كجمهور اهلي، اللي هيروح الاستاد بسبب التعليمات. وكده كده هم بيتوصوا جماهير الاهلي التعليمات والشدة والحذر و فالله ربنا بكرة ونعدي على خير وتبقى مبسوط نفس الوكسب. وطولت عليكم، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب لو انت على اليوتيوب، ولو على الصفحة اعمل لايك وشير، وقول لي توقعاتك لماتش بكرة ان شاء الله. ومبروك لفريق اليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.